بيبدأ الفيلم مع دان، ودان بيكون شخص طيب جدا ونشيط في شغله. وبيكون دان شغال في معرض سيارات ومحبوب وسط جيرانه لأنه شخص في حاله جدا، زوج رائع وأب مثالي. وعنده بنت اسمها نينا، ونينا بتحب شخص في بلد تانية بيكون أبوها وأمها مش عاوزينه. كان عنده ولد كمان اسمه كايل. كايل شاطر جدا في ألعاب الفيديو، بس بيكون أبوه منعه إنه يلعبها إنه خايف عليه من العنف اللي فيها. ويكون دان أصغر أولاده ولد اسمه ماكس. يكون كايل متفق مع أبوه إنه مش هيلعب الألعاب دي تاني، بيفهمه إنه هيروح يذاكر مع واحد صاحبه اسمه سمير. بس كايل بيأجر من سمير غرفته عشان يلعب ألعاب العنف المفضلة عنده. خد دان مراته جيسي وبيروحوا للملاهي علشان يحتفلوا بعيد جوازهم. وبتكون الملاهي ده المكان اللي عرفوا بعض فيه. تطلب جيسي من دان انه يغير من نفسه وما يبقاش شخص روتيني، تقول له ان هي كمان هتغير من نفسها، وبتطلب منه ان هم واولادهم يسافروا لاي مكان. بس دان كان دايما بيرفض فكره السفر لانه بيخاف عليهم جدا. وبيحضن دان جيسي وبيبوسها، بس فجاه بيظهر قدامهم مجموعه من الشباب بيضحكوا بصوت عالي لانهم ظهروا معاهم في الصوره وهو بيبوسها. وبيروح دان للشباب علشان يمسح الصوره، بس الشباب ما بيرضوش يمسحوا الصوره ويتنمروا عليه. وبيطلع ان واحد منهم كان بيحب مرات دان زمان، بس جيسي سابته واتجوزت دان. وبيدلق الشاب ده على دان العصير، وعشان دان شخص طيب وملوش في المشاكل بياخد جيسي مراته وبيمشي. بس بيكون طول الطريق متضايق جدا، ولما بيوصلوا البيت بيدخل دان علشان يستحمى، ولما بيخرج بيقعد يلعب مع ابنه ماكس. وتاني يوم بتروح جيسي عشان تتمرن. اثناء التمرين بتضرب جيسي واحده بالخطأ، وبتعتذر لها جيسي وبتتعرف عليها، بيكون اسمها جويل. تعزمها جيسي بعد التمرين على حاجه علشان تعتذر لها، وبتبدا صداقه ما بينهم. تبدا تحكي جيسي لجويل عن حياتها، وبتقول لها ان دان زوج عظيم واب مثالي، بس بيخاف عليهم جدا لدرجه انه ما بيرضاش يسافر او يخرج لاي مكان عشان ما بيحبش المشاكل. بس هي على قد ما بتحبه نفسها انه يغير الروتين ده. وبتكون جويل مضيفه طيران، وبتدي لجيسي الكارت بتاعها، وبتقول لها ان لو اقنعت جوزها بالسفر هي ممكن تجيب لهم عروض كويسه. في نفس الوقت ده بيكون دان معاه ابنه ماكس في السوبر ماركت، ويلاحظ دان ان في راجل متابعه. كمل دان ماشي في الماركت، بس فجاه بيهجم الراجل على دان وبيضربه دان، وبيقدر انه يتغلب عليه بكل سهوله. كل الناس منبهره من براعته في الفنون القتاليه. وبيرجع دان لبيته بسرعه، بيفتح خزنه سريه وبيخرج منها فلوس وسلاح جوازات سفر ليه والعيله، بس بيلاقيها قديمه ومنتهيه. وبيتصل دان على صديق ليه عشان يستخرج له جوازات جديده، بس صديقه بيرفض، فبيعرض عليه دان $500,000، فبيوافق على طول. ويروح دان لبنته نينا في الجريده لانها بتكون بتشتغل صحفيه، بس بيعرف انها سابت شغلها من فتره ومخبيه عليهم ومش قايله لهم. وبتقرا اي واحده صاحبتها انه تقول له مكانها مقابل ان يديها فلوس، وبيوافق دان وبيديها الفلوس، وبيعرف مكان بنته وبيروح لها. بتفاجئ نينا بابوها اللي بيكون متضايق منها جدا، بس ما بيكونش عنده وقت انه يعاتبها، وبياخدها وبيمشي عشان يروح يجمع بقيه عيلته. وبيوصل دان لبيت سمير صاحب ابنه كايل، وبيعرف ان كايل لسه بيلعب الالعاب اللي منعه منها. بعدها بياخدهم ويروح لجيسي على شغلها، بيقول لها انه محضر لها مفاجاه، وانه هياخدهم ويسافروا كلهم مع بعض زي ما كانت عايزه. اما بيخرجوا بيشوف دان عربيه سودا بتراقبه، بيسوق دان بسرعه بيحاول انه يهرب منها. بيستغربوا كلهم من السرعه اللي دان سايق بيها، بس دان بيفهمهم انه متحمس ومستعجل على السفر. يفهم دان انهم حاطين له جهاز تتبع في العربيه، وبيقول لمراته وولاده انه مضطر يعدي على شغله لانه نسى حاجه هناك. وفي الشغل بينزل دان تحت العربيه وبيشيل جهاز التتبع، بعدها بيحطه في عربيه واحد زميله. وفي الطريق بيلاحظ ان جيسي بتنزل صور وبتكتب على رحلتهم، فبيتوتر دان وبياخد تليفوناتهم كلهم ويرميهم من العربيه. بيستغربوا كلهم من اللي عمله، بس دان بيقول لهم انها رحله عائليه وانهم عايزهم يستمتعوا ومفيش اي حاجه تشغلهم عن بعض. الوقت ده بيكون ماك وصل لبيت دان، وبنعرف ان دان كان شغال زمان معاه قاتل مأجور، بس من اول ما عرف مراته جيسي واتجوزها هو سابه، عشان كده ماك بيدور عليه علشان ينتقم منه. بالطريق بيلاحظ دان ان في مجموعه من رجاله ماك بيراقبوه من فوق الكوبري، وبيعلي دان صوت الموسيقى عشان اسرته تفضل نايمه وما يحسوش بحاجه. طلع دان مسدس وبيحط له كاتم صوت، وبيبدا يقتل فيهم واحد ورا التاني باحترافيه لحد ما بينجح فعلا انه يتخلص منه. وبيكون ابنه ماكس مبسوط جدا من اللي بيعمله. اما بيصحوا بيلاقوا نفسهم وصلوا للمدينه، وبتقول لهم نينا انها تروح الكليه تسلم على حبيبها، وبيكون ابوها وامها رافضين، لكن مع اصرار نينا بيوافق دان. يكون باقي الاسره مستمتعه بوقتها، وجيسي بتصور كل حاجه حواليها. واول ما بيوصلوا للكليه بيظهر راجل من رجاله ماك، بس دان بيقدر يضربه وبيتغلب عليه. وفي نفس الوقت ده بتكون نينا وصلت لحبيبها، وبتتفاجئ انه بيخونها. وفي الوقت ده بتعرف ان ابوها وامها كانوا على حق. لما بترجع نينا لابوها بيلاقيها متضايقه جدا، يعلمها دان حركه تعملها في حبيبها تقلمه من غير ما تاذيه. وفعلا بترجع له نينا وبتعمل فيه الحركه اللي علمها لها ابوها، وبتصوره علشان تذله بيها.
بعدها بترجع لأبوها تشكره وهي فرحانة. بعدها بيمشوا في الطريق بتلاحظ جيسي إن مراية العربية مكسورة، ولما بتسأل دان عنها بيقول لها إن في عربية خبطته. تسوق نينا مكان أبوها علشان تريحه، وفي الطريق بيتكلموا سوا وبتسأله نينا إذا كان عرف مامتها إنها سابت الشغل ولا لأ، ويقول لها دان إنه معرفهاش. يبدأ دان إنه يشجع نينا. بعدها بيوصلوا الفندق علشان يرتاحوا فيه. تاني يوم بيكون دان بيتمرن عشان يعترف لجيسي بالحقيقة، بس ما بيكونش عارف يقول لها ازاي. بعدها بيطلب كايل من دان انه يسمح له يرجع يلعب العاب الفيديو، وبيقول له دان انه هيلعب معاه، ولو كسبه مش هيسمح له يرجع تاني، لكن لو كايل كسب هيسمح له انه يرجع. وبيتفقوا هما الاتنين ويبداوا يلعبوا. المفاجأة ان دان بيقدر يتغلب على كايل وهو اللي بيكسب. تستغرب كايل وبيسأل ابوه اتعلمها امتى، وبيقول له دان انه كان بيتدرب وهو صغير. وبيقرب دان من ابنه وبيبقوا صحاب. بعدها بيقابل دان صاحبه وبياخد منه جوازات السفر. لما بيوصل دان البيت بيطلب من اولاده انه ما يخرجوش بره ويخلي بالهم من اخوه ماكس، وبياخد جيسي عشان يخرج علشان يحاول يقول لها الحقيقه. لكن اول ما بيمشوا اولاده بينزلوا بيروحوا لصاله الالعاب، وهناك بيقابل كايل كل اصحابه المشهورين اللي كان بيلعب معاهم، وبيتصل دان على اولاده علشان يطمن عليهم لكن محدش بيرد. وبيرجع دان ومراته للبيت، وبتروح جيسي عشان تطمن على الولاد وبتلاقي انهم نايمين، بس فجاه بيهجم عليهم ناس وبيضربوا عليهم نار. بيقدر دان انه يتخلص منهم، بس واحد فيهم بيخطف جيسي وبيهدد دان بيها، وبيطلب منه دان انه يسيبها لانها ما تعرفش حاجه. الراجل بيقول له انه هيقتله بعدها هيتخلص من مراته واولاده. حركه جريئه بيقدر دان انه يضرب الراجل ويقتله، وبيحاول دان انه يفهم جيسي بس هي خلاص ما بتكونش عايزه تسمع منه حاجه، وبتروح علشان تدور على اولادها. يحكي لهم دان انه زمان كان قاتل مأجور، لكن من اول ما عرف امهم رجع عن السكه دي، لكن ده في عرف المجموعه اللي كان بيشتغل معاها جريمه، علشان كده هم عايزين يقتلوه. بس نينا وكايل بيضحكوا وما بيكونوش مصدقينه، وبيستغربوا من الكلام اللي بيقوله. بس فجأة بيهجم عليهم واحد وبيضرب نار، وبيخبي دان أولاده. بعدها بيرجع لهم وبيتخلص منهم. بيحكي لهم دان لما كان صغير أمه ماتت وهو عنده 4 سنين، ولما كمل 18 سنة أبوه دخله الجيش، وهناك اتعلم العنف والقتال. وفي الجيش قابل واحد اسمه ماك، وده عميل سابق للقوات الجوية. ابتدى يدرب دان على القتال وأخده في فريقه، وكان الفريق بيحارب الأشرار وبيقتل الناس اللي الحكومة مش قادرة عليهم. وكان دان بيثق في ماك جدا، بس اكتشف انه اتخدع فيه لما عرف حقيقته، وانه كان بيشغلهم لحسابه، علشان كده بعد وسابه. وبتقول له جيسي انها اتخدعت فيه، وبتسأله نينا هم هيعملوا ايه دلوقتي، وبيقول لها انه هيتصرف. يوم دان الجوازات الجديدة تتخانق معاه جيسي وبتسيبه وبتمشي. بعدها بتتصل على صاحبتها جويل عشان ترتب لهم رجوعهم، وبتحجز لهم جويل طيارة خاصة، وبتشكرها جيسي وبتحكي لها ان دان خانها. لها جويل ان هي كمان حبيبها خانها، سابها وراح اتجوز واحدة تانية، وكمان خلف منها 3 أولاد، واخيرا انها قدرت توصل لها. وهنا بتفهم جيسي ان الكلام عليها. وفجأة بيظهر ماك وبيتصل على دان وبيقول له ان عيلته معاه، وبيقول له ان لو ما جاش في المكان اللي هيحددوه له هيقتلهم. فعلا بيروح لهم دان، وبيطلب منه ماك ان يرجع يشتغل معاه تاني، وبيرفض دان. يؤمر ماك جويل انها تقتل جيسي، فبيضطر دان انه يوافق. أمر ماك رجالته انه يرجعوا عيلة دان لبلدهم، وبيقول لهم دان انه بيحبهم. بعدها بتعمل جيسي نفسها بتغير لماكس وبتحط البامبرز في وش الحارس. بيقدروا انهم يتخلصوا منه عشان يرجعوا لدان، وبيقوم قتال عنيف مع رجالة ماك، وبتقدر جيسي انها تتغلب على جويل، بس بيكون ماك خلاص هيقتل دان. وهنا بنعرف ان ماك ابو دان، وبتحاول نينا انها تستعطف جدها، وبتكون عايزة تدي فرصة لدان انه يتغلب عليه، وفعلا بيقدر دان انه يضربه ويفقده الوعي. بعدها بتوصل الشرطة وبتقبض على ماك. بعد مرور شهور بتكتب الصحف عن القصة، ونينا بقت صحفية كبيرة ومشهورة، ودان فتح شركة حراسات، وجيسي رجعت شغلها تاني، وكايل رجع يلعب من غير خوف من أبوه، وبتعيش الأسرة كلها حياتهم في سعادة. ولحد هنا بيخلص الفيلم. لو عجبك ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة علشان يوصلك كل ملخصاتنا الجاية، ونشوفكم الملخص الجاي.